السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قالوا ناس زمان. ومثلنا الشعبي لهذا اليوم هو اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة. قبل ما ندخل في مضمون هذا المثل نبغي نعاود لكم قصة هذا المثل، منين جا القصة هذا المثل هذا اللي غنعاود لكم عليه اليوم. كي يقول المثل بأن كانت واحد البنت اللي هي زوينة وصغيرة تزوجت بواحد الرجل اللي عنده الإخوة ديالو، عنده الأم ديالو وعنده الأب ديالو على قيد الحياة. هاد السيد هذا تزوج بهاد البنت وداها معاه لكان في الأسرة ديالو. المهم أن هاد البنت هادي دارت المستحيل باش تكسب حب والود ديال جميع أفراد العائلة. بالفعل الزوج ديالها كان كيبغيها، حماتها كانت كتحبها، وحتى شيخها اللي هو اب الزوج كانت عزيزه عليه هاد البنت هادي. ولكن للاسف ماشي بالضروره كاع الناس غتبغينا هاد البنت ايضا. النساء ديال الاخ ديال الزوج ديالها، يعني عيالات لويسها، ما حملوهاش، ما بغوهاش وكرهوها لمجرد الغيره ولمجرد الحسد. فهي كانت صغر منهم وكانت زوينة عليهم. هاد العروسة هادي دارت المستحيل باش تقرب منهم، باش تكسب الحب ديالهم والود ديالهم. كتحاول تقرب وهما كيبعدوا كتر وكتر، كتحاول تقرب وهما كينفروا منها كتر وكتر. وصل الوقت انها حملات، فكانت كتوحم، وحنا كنعرفوا المراه ملي كتوحم كتكون حالتها النفسيه ماشي تلتما. المهم ان هاد عيالات لويسها ملي عرفوا بالحمل ديالها زادوا غاروا منها وزادوا حسدوها وحطوا الراس على بعضياتهم وقرروا انهم يفقسوها وانهم يعصبوها وانها ما تهناش لا بحملها. وكان يعني اليوم السعد بالنسبه لهم اذا طلقت ورجعت لدار باها. فعلا كانت اي عمل كتقوم به كيعيبوه، كانوا كيلوحوا ليها الهضره والكلام، خلاوها تعيش واحد الحاله نفسيه متازمه، كتبكي كتشكي على الزوج ديالها. وكان ردة فعل زوجها انه هادوك بحال خواتاتك، شوفي كيفاش تعاملي معاهم، لربما انت حين انت كتوحمي وهذا فربما حالتك النفسيه هي اللي خلاتك توصلي لهاد الحاله معاهم. فما لقاتش اللي يفهمها حتى من حماتها اللي كانت كتحبها، وخا شافتهم كيعاملوها بديك المعامله فكانت محايده، لانها ما تقدرش تخسر او لا تدخل في علاقه بينها وبين عيالات ولادها اللي كانت كتعاملهم بحال بناتها جميعا. المهم عروسنا تأزمت حالتها، ولات كتعصب، ولات كتبكي، ذبلات، دخلت ورده للدار، وبالتالي حالتها تبدلت. زوجها لاحظ الفرق ولا كينبهها انه حالتك ما بقاتش كيف ما جبتك، واش هذا بسبب الوحام ولا بسبب الحمل؟ فهميني. فكانت كتشكي عليه ولكن ما قدرش يستوعب، لانه ملي كيدخل من الخدمه كان كيسمع صوت مرته اللي كتغوت وكتصيح، ما كانش كيسمع صوت نساء خوتو. فكيقول مع راسو اكيد ان زوجتي هي سبب المشاكل. كانت البنت كتقوم مسكينه كدير اعمال البيت، كيخلوا عليها كل شيء وكيلوحوا لها الهضره، وكتبقى هي كتجنن وكتغوت وكتفقس وحالتها كتدهور وتا واحد ما كيفهمها. حالتها تأزمت كتر وكتر حتى جا اليوم اللي كان عندها واحد الصابون كتير، لانهم جمعوا ليها كاع الصابون ديال اللي في الدار وخلاو عليها الحمل هي مع انها حامله وقريبه تولد. دمعتها على خدها، الوجع في قلبها، تا واحد ما فاهمها، وما لقاتش شي حيله باش تحافظ على بيتها لان علاقتها بزوجها قريب تنهار. كتصبن وغادي تنشر الغسيل في السطح، طلعات وهي كتنشر واحد جارتها حتى هي في السطح، مرا كبيره، مرا معروفه برزانتها وبحكمتها، وكاع الناس اللي كاينين في هذيك الحومه كيتشاوروا معاها وكيستشروها. جات وسلمت على البنت، السلام عليكم يا بنتي، واش انتي العروسه اللي دخلتي لها الدار؟ قالت لها اييه لاله انا هي.
تساءلات كيفاش دخلتي زوينه، دخلتي غزاله، واليوم ذبلتي يا بنتي وانتي يلاه حمالتك الاولى. قالت لها ايوا ساعه الله المشاكل وما دير. قالت لها بنتي الناس اللي انتي معاهم ماشي ساهلين، وانا كنسمع صياحك وكنسمع غواتك كل نهار. ايوا خدمي معاهم الحيله، لا ربما ربي يدير لك تا ولد الخير. قالت لها ما عندي حتى شي حيله، انا امي وبا بعادين عليا وما كنبغيش نوصل لهم المشاكل ديالي. قالت لها بنتي اللي بغيتي تكويه اعطيه السكات. قالت لها ما فهمتش. قالت لها هما كيفقسوك كيعصبوك وكيفتعلوا المشاكل باش انت اللي تباني المذنبه وهما الضحايا. قلبي الايه، ديري الشغل ديالك، ديها في راسك، اعتني بنفسك واعتني في التيلاد اللي في كرشك. راه الا بقيتي بهاد المشاكل يا اما غتخسري الجنين يا اما غتخسري صحتك يا اما غتخسريهم بجوج. وسمعي مني انا مرا كبيره والبيبه ودوز تجارب في الحياه، راه اللي سبقك بليله سبقك بحيله. فعلا عروسنا نزلت مع الدروج وخدات الحكمه ديال هاد المراه وتبعات الحيله ديالها، ولاو كيدوو ما كتسمعش ليهم، كتنوض كدير الشغل ديالها واخا يكثروا عليها الشغل كتقوم به. وملي كيجي الزوج ديالها وكيقول لها شنو خبارك اليوم كتقول له بخير، تيقول لها سمعت غواتهم كتقول له الله يهدي ما خلق. ونهار على نهار اكتشف الزوج ديالها بانه مرته كانت ضحيه لزوجات خوتو، وباللي هما ملي ما لقاوهاش كتجاوبهم ولاو هما اللي كيغوتوا ولا صوتهم اللي كيتسمع في الشارع ماشي صوت عروسنا. عروسنا فهمات باللي فعلا انها سمعت الحيله وسمعت النصائح والخبره ديال ديك المراه خلاتها تعيش في سعاده وهناء مع نفسها ومع زوجها وولدات وعاشت بخير وعلى خير. هذه هي قصه هذا المثل. نرجعوا دابا لمضمون هذا المثل. اللي فاتك بليله فاتك بحيله مضمونه رائع. علاش؟ لانه جا باش يعطينا ولا يفكرنا بقيمه الناس اللي سبقاتنا في السن، الناس اللي سبقاتنا في العمر، دوزوا تجارب في حياتهم، دوزوا مآسي ودازوا من مشاكل، كاين اللي حلها وكاين اللي ما حلهاش، ولكن مع الوقت كيعرف ليها. هاد الناس هادو خاصنا نحترموهم، خاصنا نوقروهم، وخاصنا نعرفوا بقيمتهم. حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث: ليس منا من لا يرحم صغيرنا ولا يعرف حق كبيرنا. إذا الناس اللي كبر منا نسمعوا لهم، نستشروا معاهم، حتى وإن قرينا احنا أكثر منهم فلربما الخبرة ديالهم، خاصة الناس اللي جالوا الناس اللي سافروا، راه عندهم تجارب إلا ما فاتك اليوم غتفيدك غدا. إذن المضمون ديال هاد المثل هذا الشعبي مضمونه سليم، لكن نرد بالي وكنسطر على كلمة نرد بالي. علاش؟ لأنه ما خاصنيش نخليه من المسلمات. ما كيعنيش أن واحد الإنسان كبر مني في العمر وعنده تجربة إذا فتح عليا واحد الرأي خاصني نتبعه 100% ونلغي العقل ديالي. ما نكونش كسول، نثيق أنه أنا عندي واحد القدرة أنني نتاخد قرارات، نستشر مع الناس اللي كبر مني، ناخد بتجاربهم، نسمع لهم، ولكن نسمع حتى العقلي، نسمع حتى لتجاربي، نسمع حتى لحدسي ونثق فيه. الأصل ديال هذا المثل حاولت نقلب كثر فيه كثر، ورجعت للسيرة وقلبت في التاريخ، ولقيت أنه كاينين ناس كانوا صغر من القادة بكثير، ولكن هاد القادة قدروا يستشروا معاهم وقدروا يصنعوا واحد الفرق في حياتهم وحياة الأمم ديالهم. وغنعطي هنايا واحد القصة، قصة جميلة جدا ومذكورة في كتابنا العزيز اللي هو القرآن الكريم، قصة سيدنا سليمان مع الأب ديالو سيدنا داود. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وداود وسليمان
إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. صدق الله العظيم. سيدنا داود كان أعلم الناس في ذاك الوقت، هو نبي وعطاه الله الحكمة وعطاه الله رجاحة العقل. وسيدنا سليمان كان أصغر من الأب ديالو بكثير، وحتى هو عطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة. والقصة ديال هاد الآية أنه في يوم كان واحد السيد عنده المزرعة ديالو، وفي الليل واحد السيد عنده الغنم، وصل الليل ونعس، لأنه في الآية شنو كنلقاو؟ إذ نفشت فيه غنم القوم. كلمة نفشت معناها أنها رعت بالليل. السيد كان ناعس اللي هو راعي هاد الغنم ديالو تسللت ودخلات، لأنه ما عارفاش وما حيوانات بالطبع، دخلات المزرعة ديال واحد السيد آخر، فكلاو قاع داكشي اللي في المزرعة. وصل الصباح السيد تفاجأ، تصدم، المزرعة ديالو كلشي مشى، قاع داكشي اللي زرع ما بقات فيه حتى شي حاجة، كلشي كلاه الغنم. فمشى عند سيدنا داود باش يعطيه القضية ديالو ويحكم فيها. مشاو بجوج، صاحب الغنم وصاحب المزرعة، رواو القصة ديالهم سيدنا داود وبمسألة رياضية بان له أن داكشي الغنم اللي كلاو كامل خاص صاحب الغنم يعطي الغنم ديالو كاملة لصاحب المزرعة. لكن سيدنا سليمان شاف حاجة أخرى، وهنا كاينة مذكورة في الآية وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وداود تشاوروا مع بعضيتهم، وبان لسليمان أن هذاك الزرع إذا بقى لمدة سنة غادي أن هذوك الأغنام خاص يستافد منهم صاحب المزرعة، ويستافد منهم مدة سنة. كيفاش غيستافد منهم؟ يستافد من اللبن ديالهم، يستافد من الصوفة ديالهم، وحتى إذا ذوك الغنم توالدوا هذوك المولودات غيستافد منهم صاحب المزرعة لمدة سنة. وبالتالي كان الحكم ديال سليمان أخف من الحكم ديال سيدنا داود. شوفوا سبحان الله كيفاش كان مجتمع صحي. سيدنا داود أب وحكم في واحد المسألة، وجا الابن ديالو وحكم فيها بطريقته، ماشي عنفو أو غوت عليه ويقول له لا اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة، أو أنا كنفهم حسن منك. لا، تشاور معاه وبان له أن سيدنا سليمان المسألة ديالو والقضاء ديالو فيها رائعة وخدا بها. أيضا كاين صحابي جليل الاسم ديالو معاذ بن جبل، اللي سلم بعد بعثة الرسول ب12 سنة. في وقت قليل الرسول صلى الله عليه وسلم قدر يحكم عليه بأنه أعلم أمته بالحلال والحرام، مع أنه رسول، مع أنه مختار. بان له أنه هذا الصحابي اللي هو معاذ بن جبل عالم، فحكم عليه وعطاه هذا اللقب أنه أعلم أمته بالحلال والحرام. المجتمع كان مجتمع صحي اللي كيتقدم فيه هو صاحب الرأي القوي والرجاحة والحكمة. رجاحة العقل ما مرتبطاش بالسن والعمر، لكن مرتبطة بالخبرة، مرتبطة بالتعلم المستمر. اليوم اللي نقدروا نقولوا أن اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة مثل مضمون وسليم، لكن ما يلزمنيش ناخده كقاعدة وما نفكرش في قراري. نسمع كلام وقرار أهلي والناس اللي كنثق فيهم واللي كبر مني، نسمع الأهل الذكر والاختصاص في الموضوع، لكن ما نمشيش معاه ونلغي عقلي ونلغي قدرتي على اتخاذ القرار بيدي. لازم نحط في حساباتي شنو مناسبني، شنو محتاجة باش يكون قراري سليم،
شنو مساوئه وايجابيات هذا القرار، بمعنى اش غنربح واش غنخسر، وكل شيء بورقه وقلم. وكنت ذكرت في فيديو سابق على ثقافه الورقه والقلم، خليها ملازمانه لانه بصح كتفيد. ملي كتحط قدامك الورقه والستيلو وكتكتب انا داخل على واحد المشروع، اشنو غنربح الا خديت هذا القرار بهذه الطريقه هذه، وسط القرارات اللي سمعت من الناس وذوي الاختصاص وذوي الخبره. وايضا اشنو غنخسر. لازم نعرف اشنو اسوأ حاجه ممكن توقع اذا خديت هذا القرار. اليوم ما تسمعش الناس باش تريح دماغك، وما تدخلش في تجارب، حتى واذا فشلتي كتعلق فشلك على الناس اللي شاروا ليك برايهم. حنا كنسمعوا هادشي بزاف ديال الناس كيدخل مثلا في مشروع زواج، فكيمشي ويسمع القرارات اهله. هاد البنت هي اللي صالحه ليك، هاد البنت ولدي هي اللي طليق ليك كزوجه، فكيعطوه هاد المثل اللي سبقك بليله ولدي سبقك بحيله، وحنا عارفين حسن منك. كيلغي عقله، ما كيديرش ادنى مجهود، ونهار كيدخل في هاد المشروع الزواج وكيفشل كيجي كيشكي وكيبكي نتوما سبابي في هاد الزواج. لا، فين كنتي انت؟ مزيان تسمعهم، مزيان تستشر معاهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمرهم شورى بينهم. نستشروا معاهم ماشي عيب، نلغوا عقلنا لا. اليوم محتاجين نغيروا قناعة أن اللي كبر مني بيوم كيعرف حسن مني. راه ممكن يكون عارف بزاف ويمكن يكون ما عارف والو، يمكن يفوتك بحيلة كما يمكن ما يفوتك بوالو. كل نهار كنكتسبوا بزاف ديال الخبرات، بزاف ديال المعلومات، حتى اصبح الانبوت ديالنا اللي هو دوك التجارب اللي كنعيشوهم يوميا وبشكل يومي، ودوك المعلومات اللي كناخذوا حنا في عصر التكنولوجيا. راه لاحظتوا المعلومات كتنزل بزاف في النهار، كنسمعوا وكنقراو بزاف ديال الحوايج. وحتى الانبوت ديال ولادنا، تجارب ولادنا راه ممكن تكون كتر منا. خلينا نتحاوروا، خلينا نتشاوروا باش تقنعني ونقنعك، ماشي باش تفرض عليا رأيك ونفرض عليك رأيي. هاد الحلقة السر اللي فيها هو نقللوا من الصراع ما بين الأجيال اللي كنسموه generation gap. كاين صراع كبير، الوالدين ديالنا كيشوفونا ما كنفهموا والو، وهما عندهم خبرات وقرارنا ماشي تما، وإلا ما سمعنا لهمش راه حنا غير كنخربقوا. وحنا للاسف كنشوفوهم ما قارين والو، ما فاهمين والو. والله يسمح لينا، شحال من مره كنسمعوا لوالدينا انت اش كتفهم، انت اش عرفك، انا كنعرف حسن منك. هاد الشيء هذا هو اللي خلى واحد الصراع كبير، وخلى الهوة كتزيد نهار على نهار ما بين الجيل اللي سبقنا والجيل اللي حنا فيه. باش مجتمعنا يكون مجتمع صحي، الكبار اللي فيه عندهم تجارب كتفيدنا وكتضيف لينا، والجيل الجديد جيل واعي، جيل مثقف وقادر يتخذ قرارات اللي كتصنع نقلات مهمة في حياتنا وحياة غيرنا. مني ليكم ألف تحية حب، مع السلامة.